بمنطق تحليل الصراعات ينبغي أن نهتم أولا بسيميائية اللغة، وإن كان هناك تباين في المصطلحات وحتى في الخطاب بين الرباط وتل أبيب وواشنطن. المغرب حاول أن ينطلق بهذه القناعة البراغماتية وأن يمسك العصا من الوسط، بمعنى أنه يعيد استئناف العمل بمكاتب التنسيق في كل من الرباط وتل أبيب كما كان عليه الحال بين 94 و2000، وأيضا إضافة خط طيران بين تل أبيب والدار البيضاء. في نفس الوقت يتمسك المغرب بأنه ليس تطبيعا، وإنما هو انفتاح، أو على الأقل يعني إعادة نظر في هذه العلاقة، مقابل أهمية الاعتراف الأمريكي كما جاء في إعلان الرئيس ترامب بشأن السيادة المغربية على كامل الصحراء. هنا قراءة مغربية تجمع بين المنحى البراغماتي وأيضا المنحى الاستشرافي، لعل وعسى أن هذا الموقف في البيت الأبيض يتحول أيضا إلى دعم وتزكية المؤسسة السياسية برمتها في واشنطن، وأيضا إلى إحداث تغيير في مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن. لكن في المقابل نلاحظ الآن أن الخطاب الأمريكي وحتى الخطاب الإسرائيلي يتبنى مقولة التطبيع على غرار التطبيع مع الإمارات، مع البحرين، مع السودان. أعتقد أن هناك استثناء ينبغي الإقرار به بشكل موضوعي. أيضا بشكل موضوعي أيضا ينبغي أن نتساءل كيف يحضر ترامب أيضا الزخم السياسي هنا في أين واشنطن الاستثناء؟ معلش، قبل أن نذهب إلى لدفع ترامب هذا الاعتراف والزخم إلى الذي الأمام. يدور حوله، أين الاستثناء في خطوة المغرب مقارنة بالركب الذي سبقها؟